الطريق للتوبة هل ممكن يكون سهل؟ هل أنت لو قررت إنك تخرج من ماضيك بكل أخطائه الفادحة ويعني خطاياه الكبيرة، هل الموضوع هيكون سهل؟ ده العنوان الرئيسي لفيلم رحلة 404، ودي قصة ربما تحس إن هي اتعادت 60,000 مرة، لأن هو ده تساؤل قبل ما يكون تساؤل سينمائي المفروض بتطرحه في أعمال سينمائية، هو تساؤل إنساني وفلسفي وحياتي ومعضلة تقريبا كل واحد فينا ممكن يواجهها في حياته على الأقل مرة أو مرتين. فيلم رحلة 404 من بطولة منى زكي، ولكن الأهم جدا إن هو من إخراج هاني خليفة. السلام عليكم، يا رب دايما تكونوا صحة وخير. فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم العربي للممثلة مش عارف الواحد يقول الجريئة في الفترة الأخيرة، يعني منى زكي ولا لأ، أحد الممثلات اللي أنا عاشق ليها يعني لأسباب تمثيلية وغير تمثيلية. ولكن فيلم الرحلة 404 هو أحد الأفلام اللي أنت ممكن تحس إن قصتها معادة إلى حد ما، أو أنت شفت كتير من المشاهد اللي أنت هتتفرج عليها في الفيلم نفسه، لان صياغه الفيلم نفسه رغم ان انا بعتبرها البطل الاساسي للاحداث اللي من خلالها بنطلع الفكره، فكره التوبه او الرغبه في التوبه، الرغبه الحقيقيه في التوبه ممكن توصل بيك لفين، ولا انت مصر على فكره التوبه ولا لا. فصياغه الفيلم هنا بتعتمد على رحله بطله الفيلم غاده اللي بتعمل في احد شركات التطوير العقاري، وبتعمل حاجه زي سمساره وبتحصل على نسب البيع، وهي تعتبر وظيفه جيده جدا لحالتها. ولكن احنا بنكتشف بعد كده ان غاده جايه من ماضي يعني ملوث، او بقيمنا بقى الشرقيه شديد التلوث، انها كانت بتمارس اعمال منافيه للاداب تماما، وربما بطريقه منظمه، وهي بتنتمي لعائله منفصله. لكن رغم ان هي بتتولى الصرف عن نفسها، بترغب في التخلص من كل هذا الماضي والقيام برحله حج بتقوم بالحجز ليها فعلا مع والدها بحيث انها تطلع ليها، وبتكتشف بعد كده ان هي امها منفصله عن والدها فتره طويله. وبعد فتره بنكتشف، خلي بالك انا انت هتلاقيني في الفيديو كتير بقول كلمه نكتشف، لان فكره الفيلم قائمه على ان الاحداث كل شويه بتكتشف لك جزء او مرحله جديده من المشكله او المعضله اللي بتقع فيها البطله بتاعتنا. فالعلاقه بينها وبين والدتها متوتره، نظرا ان والدتها شخصيه نكتشف بعد كده انها ساهمت في جزء من الدمار اللي حصل لها، او في بناء الماضي الملوث بتاعها. في حين ان شخصيه والدها هي شخصيه شديده السلبيه، بتكتفي بس باطلاق التعليقات السلبيه، في حين ان هو ملوش اي دور فاعل او ايجابي في حياتها. ونتيجه هذا الخلاف في بدايه الفيلم تتعرض امها لحادث، بتدخل على اسره المستشفى، وبنشوف بعض المواقف الإنسانية الحرجة اللي من خلالها بتقع ما بين اختيار اللي هي إنقاذ حياة والدتها من خلال توفير مبلغ العمليات والعناية المركزة اللي بتصل لحوالي ربع مليون أو 300 ألف جنيه، والاختيارات اللي بتقع قدامها من خلال إن هي هتقدر توفر المبلغ ده ازاي، وايه الطرق اللي ممكن تسلكها عشان توفره، او انها ممكن تتراجع حتى عن فكره الحجه والغاء الرحله والحصول على المبلغ اللي ربما ينقذ حياه والدتها، اللي هي في نفس الوقت بتعتبر مشاركه او صانع اساسي من صناع الماضي الملوث ليها. دي الرحله اللي احنا بنشوفها في خلال الاختيارات الصعبه جدا اللي بتقع فيها شخصيه غاده، من خلال بقى البحث عن علاقات معظمها مرتبطه بالماضي بتاعها، سواء بقى من الشخصيات اللي كانت بتتعامل معاهم او الشخصيات اللي ربما اللي كانت بتتعامل في دائره الاعمال المنافيه للاداب، زي مثلا شخصيه شيرين رضا، او الناس اللي كانت على علاقه بيهم، او الناس اللي كان من حياتها الجامعيه زي شخصيه محمد ممدوح، او بعد كده الدور اللي قام بيه محمد فراج في دور زوجها السابق. ايه كل الاحداث اللي بتحصل من خلالها، ازاي بتقدر تتواصل معاهم، ازاي بتقدر ان هي تحاول تطلع باقل الخسائر انها توصل لمبتغاها في الحصول على المبلغ ينقذ حياه والدتها، وفي نفس الوقت ما تخرجش عن طريق اللي هي التوبه او الغفران اللي هي ماشيه فيه، اللي هي مصره عليه رغم حصول بعض الارتدادات الانسانيه. دي الرحله اللي انت بتشاهدها من خلال احداث الفيلم. يعني انا كده اعتبر حكيت لك الملخص الاساسي للقصه. القصه دي ممكن تكون شفتها في افلام كتير، ولكن البطل زي ما انا بقول لك هنا هو الصياغه بتاعت الفيلم. الفيلم من كتابه محمد رجاء، وهو معظم الاعمال اللي عملها قبل كده هي كانت كتابه مسلسلات، من بدايه السيت كوم الباب في الباب واحمد اتجوز منى بقى لغايه بالحجم العائلي وقيد عائلي. ولكن تحديدا هو يعتبر متفوق جدا في نقطه الحوارات اللي هي موجوده حتى في الفيلم. البطولة الحقيقية هنا أعتقد إن هي طبعا لازم ننتبه جدا إن الفيلم من إخراج هاني خليفة صاحب ملحمة سهر الليالي، اللي كانت أحد الأفلام المتفجرة في صناعة السينما المصرية في بداية الألفينات سنة 2003. ورغم إن هو ما عملش أي حاجة بعديها إلا فيلم واحد وعدد من مسلسلات، الفيلم ده كان سكر مر في
في سنه 2015، فدي تعتبر العوده الجديده ليه. هاني خليفه من المخرجين اللي بيتميزوا جدا في اداره الممثلين اللي تحت ايديهم، بيقدر ان هو يوصل لنص بيحوي عدد كبير من الصراعات الانسانيه اللي ربما لا تبدو محتدمه او فيها مثلا جرائم خطيره او مؤامره كبيره، ولكن بيتكلم على الصراعات الانسانيه، الاختبارات الخفيفه الاخلاقيه او القيميه اللي انت ممكن تواجهها حتى في حياتك الانسانيه العاديه، وازاي بيحصل تضخيم للمواقف دي. من خلالها بتبتدي بتدرس حاله الانسان، طبيعه الانسان نفسه عامله ازاي، بعيدا عن الحكم الاخلاقي على الشخصيات. وده شيء اساسي. اعتقد انت لو شفت فيلم سهر الليالي فانت مدرك جدا ان انت ما ينفعش تحكم على الناس دي اخلاقيا، لان يعني معظمهم بيرتكب اخطاء اخلاقيه بنعتبرها بمقاييسنا احنا اخطاء فادحه. نفس الموضوع اللي موجود هنا، احنا جايين بنتكلم عن بطله بتحاول التوبه من خلال ان هي كانت بتعمل اعمال منافيه بالاداب، مش تجاره مخدرات او غيره، ولكن اعمال جنسيه بحته. فده طبعا يعتبر يتصادم جدا مع فكره التعاطف اللي بتبقى موجوده بينك وبينهم. ودي نقطه من النقط الفيلم. الفيلم هنا مش عايز اقول انساني، لان فكره انساني بتضرب عند الناس ان فكره ان هو قيم انسانيه طيبه، ولكن فيلم بشري بيتعامل مع طبيعه النفس البشريه قوي، بيتعامل مع فكره الخطا البشري. وانت بتتفرج على الفيلم او انا بتفرج على الفيلم، انا ما تعاطفتش مع اي شخصيه موجوده قدامي على الشاشه، سواء حتى شخصيه البطله في صراحه ان هي عايزه توصل لفكره التوبه، نظرا لان طول الوقت انت بتكتشف انها بتعمل غلطات تبدو شديده، وهي متأرجحة ما بين فكرة إن هي تمشي في الطريق اللي هي التوبة، أو إن هي عايزة توصل لطريق إن هي لا ترتكب أخطاء، تتخلص من كل أخطاء الماضي، وفي نفس الوقت على طول بترد على فكرة الأخطاء دي إزاي أنا ممكن أرجع لها أو إن أنا أقع فيها. فكرة عدم التعاطف عندي جاية من نقطة إن أنا حاسس إن دي طبيعه كل شخص فينا. هي بس هو جاب شخصيه مضخمه جدا في الاخطاء اللي بترتكبها، ولكن حتى انت على النطاق العادي بتاعك في العمل العادي او في علاقاتك الانسانيه العاديه، انت ممكن تلاقي نفس الاخطاء دي مش بتحصل، مش بالفداحه الاخلاقيه اللي احنا بنقيسها. انت مش ممارسه عمل جنسي، ولكن ممكن في الكذب، ممكن في الغش، ممكن في شيء من النفاق الاجتماعي اللي احنا بنمارسه، بعيدا عن التنظير الفلسفي اللي هو اساس الفيلم ده، لان الفيلم هو بيتكلم على النقطه دي اساسا وتحديدا. ولكن الفيلم هنا بيتكلم عن طبايع بشريه، كل الشخصيات اللي موجوده قدامك مش هقول مشوهه، ولكن ليها اخطائها الفادحه، ليها الجانب المظلم من حياتها، ليها المساحات المجهوله اللي بتمارس من خلالها بعض التصرفات الساديه او المؤذيه، او الجانب اللي انت ممكن تشوفه احيانا ان هو جانب جيد او جانب جميل، بيخفي من وراءه جوانب بشعه، ولكن الجوانب البشعه دي هي جوانب اصيله ودفينه في النفس البشريه. ده بيشرح بالنسبه لي تماما قيمه الحياه نفسها، ان في خلال رحلتك انت طول الوقت زي ما بتقول كده ماشي في طريق فيه طين كتير، فطول الوقت انت بتتلطخ بالطين، بس انت فعلا عايز تنظف جسمك من الطين ده ولا لا؟ هي دي رحلتك اساسا، سواء انت هتنجح او مش هتنجح. ولكن غمار الرحله الانسانيه، غمار الحياه نفسها بيعتمد على فكره ان انت هل انت عايز تزيل الاخطاء وتزيل الاوساخ اللي بتعلق بحياتك او بجسمك مثلا، في التشبيه اللي انا بشبهه ولا لا. هي الفكره كلها في الفيلم هنا. نهايه الفيلم انا بعتبرها يعني بالنسبه لي انا كانت نهايه لكسب تعاطف الجمهور او لارضاء الجمهور، لان انا شايف ان النهايه تبدو لحد ما سعيده او منطقيه، بالمنطق اللي هو ان احنا عايزين نشوف ان ممكن يكون في امل او الكلام ده كله. وبعتبرها يمكن زي نهايه سهر الليالي، اللي هو يعني احنا هنخلي البطلين يتجوزوا في الاخر، لان مش عارف هل دي تعتبر منطق تجاري ولا لا، ولكن وانا بتفرج على الفيلم بحس ان سوداويه الحياه اللي احنا بنعيشها بتقتضي ان يكون النهايه محزنه او سوداويه، يعني لان كم التجارب الصعبه اللي انت بتمر بيها او اللي بطل الفيلم بيمر بيها بيخلي الوصول سالما ده يا اما ان هو لطف من ربنا، وربما دي تكون اشاره من السيناريو ان ربنا ربما هو اللي فتح الطريق ان انت توصل الى حد ما سالم في رحلتك، ربما لانك مصر من جواك انك توصل، او ان هو ما حبش يخلي القصه سوداويه قوي للحد ده. ولكن اداره هاني خليفه للممثلين بتطلع منهم اداءات ممتازه ممتازه جدا، يعني بتخلي المشاهد اقرب ما تكون المشاهد حقيقيه وواقعيه. انت ممكن تشوف شخصيات كتيره من انت شفت اللي انت شفتها في الفيلم، شفت شخصيات زيها في الحقيقه. ردود الافعال بتبدو طبيعيه، ما هياش مصطنعه، ما فيش انفعالات زايده، انت تحس ان الانفعالات دي هي دي الانفعالات اللي بتحصل ممكن في المواقف دي نقطه تفوق عاليه جدا عنده، وهي دي اعتقد اللي بتخلي في سمه مميزه جدا لافلامه. على نطاق التمثيل اداءات الممثلين هنا ممتازه فعلا، يعني ماليش تعليق سلبي على حد فيهم. المشهد اللي قام بيه خالد الصاوي كان جيد الى حد كبير، مشاهد محمد ممدوح مميزه جدا.
محمد فراج كان قايم بدور قوي جدا، يمكن في الثلاث المشاهد اللي هو طلع فيهم دور قوي جدا جدا ومؤثر جدا في الاحداث، ومش عايز اقول ان هو ربما المحرك الاساسي ليها. كل اداءات الممثلين ممتازه، بس اكتر ادوار عجبتني فعلا كان دور حسن العدل في دور الاب. اداء رائع، يعني تمثيله كان متميز جدا في اداء الشخصيه، شخصيه انسانيه، يعني اكاد اكون اقسم ان انا شفت الشخصيه دي كتير. شخصيه اللي ربما تبدو سلبيه ولكن ناجحه جدا في فرض التعليقات السلبيه، وانها تفرض ارائها، ولحظه الجد بتتراجع. عارف، عمل الشخصيه دي باسلوب جميل جدا. على بقى القمه بقى، فمنى زكي بتطلع اداء. سيبك من ان في خبره متراكمه عماله بتظهر كل شويه عليها، سيبك من ان هي فعلا واصله لمرحله متميزه جدا وعاليه جدا، سيبك من ان انا بحبها اصلا. وبعتبرها يعني بعتبرها من الممثلات المحببين الى قلبي ان انا اشوفهم على الشاشه. بس هي فعلا كل فتره بتحس ان في خزان خبره عمال بيزيد بطريقه مش طبيعيه على الشاشه، ولما بتوصل مع مخرج زي هاني خليفه بيتيح لها مجال انها تتكلم ومجال ان هي تعبر بطبيعيه تماما. الاداء اللي انت بتشوفه بتحس انه طبيعي، يعني الدنيا، التفاعل بينها وبين الشخصيات التانية والمواقف اللي بتحصل والحوارات اللي بتحصل طبيعية تماما. تحس ان انت الكلام ده انت مش بتتفرج على حاجة فيها شك ان هي تمثيل، لا لا، الموضوع بشري تماما الى حد كبير. فهي واصلة لمرحلة رائعة رائعة، يعني في الأداء بتاعها. أحد أكبر نقاط القوة اللي موجودة في الفيلم هي أداء منى زكي، وهي حسب ما برضه الحوارات اللي كانت بتقولها إن هي احتفظت بالسيناريو بتاع الفيلم ربما 13 سنة لرغبتها إنها لازم تأديه. ففعلا فعلا يعني اداء تمثيلي من اروع من اجمل ما يكون فعلا. طبعا اسم الفيلم اساسا كان القاهره مكه، ولكن تم تغييره للرحله 404. واعتقد ان هي يعني طبعا الرمزيه اللي موجوده في الفيلم من ايرور 404 ده اللي بيتعامل بيه على انظمه الكمبيوتر، ولما بيجي يطبقوا على ان الرحله 404 اللي هي ربما تكون الرحله الخطا، او الرحله اللي قد تبدو انها خطا ولكن في الحقيقه هي دي نقطة الخلاص الأساسية للبطلة بتاعتنا، وهي دي ربما تكون نقطة الخلاص الأساسية للنفس البشرية لما تعوز إنها تدور على الخلاص بتاعها. إن الرحلة ربما هم ساعات بيقولوا الرحلة أهم من إنك توصل للمحطة اللي أنت رايحها. فربما إصرار الشخصية البطلة نفسها هنا إن هي توصل لفكرة الخلاص نفسها كان هو سبب الخلاص بتاعها. الفيلم من الافلام المؤثره لو انت بتتفرج عليه من المنطق الانساني، لكن لو انت هتحكم عليه اخلاقيا فانت يعني غالبا مش هتكمل الفيلم. في النهايه اتمنى لكم مشاهده ممتعه، واتمنى ان احنا نشوف اعمال جيده على نطاق كشف الطبيعه البشريه كده. يعني الافلام دي بتبقى ممتعه لحد كبير لما تيجي تفكر فيها فعلا. تحياتي واشوفكم في فيديو تاني قريب. سلام.